بتفكر دلوقتي تعمل دايت ومحتار ما بين الدايت النباتي ولا الدايت اللي فيه لحوم؟ لو محتار الفيديو ده ليك. تعال نعرف ايه اللي بيحصل لجسمك لما تعمل دايت نباتي وايه اللي هيحصل لو عملت دايت فيه جزء لحوم. في دراسة على توأم متطابق عدائين ماراثون بنفس الجينات، واحد فيهم قال انا هاكل لحوم سمك وألبان، والتاني قال لا انا هبقى نباتي 100%. الاتنين كانوا بياكلوا نفس عدد السعرات وبيتمرنوا نفس التمارين لمدة 3 شهور كاملة. بعد أول شهر الأخ النباتي خس حوالي 4 كيلو، وفي الآخر خسر وزن أقل شوية، بس نسبة الدهون عنده نزلت والكوليسترول قل وسكر الدم اتحسن. أما الأخ اللي كان بياكل لحوم زاد حوالي 4 أو 5 كيلو منهم دهون، ونسبة الدهون عنده عليت وسكر الدم ما كانش أحسن، وكمان كان بيحس بهبوط طاقة آخر اليوم. المفاجأة بقى بكتيريا الأمعاء. النباتي تنوعها قل شوية، بس اتحسنت حاجات ليها علاقة بالوقاية من السكر. الدراسة دي مش حكم نهائي لأنها على شخصين بس بتأكد حاجة مهمة: الأكل المتوازن، بروتينات خفيفة، دهون صحية، خضار وفاكهة، وأكل مخمر هو الأفضل لجسمك ولقلبك ولسكرك ولصحتك بشكل عام. ما تنساش تعمل شير مع صاحبك اللي بيعمل دايت.